في إطار استكمال زياراته للمرجعيات الروحية، زار الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات سماحة الشيخ سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان. وضم الوفد السيد شفيق بدر والدكتور أحمد خواجة والسيد محمد الجوهري. وكان اللقاء فرصة لتقديم الشكر للطائفة الدرزية على مواقفهم الوطنية، وكذلك للسيد وليد جنبلاط وكل الشخصيات السياسية التي استشعرت مبكرا خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان. وخلال اللقاء أشار الجوهري إلى الجهود المبذولة من الطائفة الدرزية في استقبال النازحين من الجنوب ومناطق أخرى تتعرض للقصف اليوم، مؤكدا أن هذا الموقف النبيل ليس غريبا على الطائفة الدرزية وأبنائها الملتزمين بالتعايش الوطني. تشرفنا بزيارة سماحة الشيخ العقل لشكره على كل هذه المواقف الوطنية وشكر البيئة لإخواننا في الطائفة الدرزية الكريمة التي يعني عملت باكرا على تأمين المجتمع لاستقبال الأهل النازحين من الجنوب، والعمل على تمتين الوحدة الوطنية والتطلع إلى جهود أكبر لإرساء السلم الأهلي وعدم الذهاب بالبلد إلى أي توترات. طبعا سمعنا من سماحته حرصه الشديد على اللحمة الوطنية والتواصل من خلال القمة الروحية التي كان له الباع الطويلة في نجاحها، وإن شاء الله في مساعي من خلال لجان متابعة سوف تكمل ما أسسته القمة الروحية. والعمل الأساسي اليوم منصب على المطلب الأساس في وقف إطلاق النار وتطبيق 1701 والعودة إلى صيغة الوفاق الوطني واتفاق الطائف. شكرا لكم.